طيب بالنسبة للجيل الجديد من المطربين في المغرب العربي، الجزائر مثلا؟ والله اللي لفت نظري بردك في بلاد الجزائر وهي البنت نادية بن يوسف. صوت عميق، صوت كأنه دارس مزيكا، وشخصية هي حلوة محترمة. وأنا أحب على فكرة المطربة تبقى محترمة، يعني لما بقول محترمة يعني وقفتها يكون فيها شخصية، حضور، وفي نفس الوقت الاحترام المطلوب للمطربة. يعني خفة الدم أيوة ما يخالف، إنما مع الاحترام. والبنت دي لفتت نظري كذا مرة، وربي وفقها. وأنا سمعت إنها غنت في المغرب فعلا ولفتت الأنظار، وإن شاء الله تيجي تغني مصر هنا عشان الشعب المصري يعرف الأغنية الجزائرية بأصولها. وفي رأيي يعني إن البنت دي ممكن تصور الجزائر بطريقة محترمة. ودي اللي لفتت نظري فقط في الجزائر. أنا عارفة أنت هتسألني في إيه، اسأل. الأغنية أنهي أغنية؟ على الرأي. على الرأي. عارفة السؤال اللي يعني عارف ليت موتيف اللي بيرجع دايما. سألوني في باريس لما عملت الحفلات كل الصحفيين الفرنسويين بالنسبة للراي. الراي كموسيقى وأرتام ما في شك إنها بتهز الواحد يعني إنما كلام لا، استغفر الله. إذا كان ده كلامنا بالعربي بعد الأشعار والتراث اللي عندنا نغني هالكلام، لا هذا عيب. ما حدش فيهم يزعل مني لأني أنا بعتبر أمهم في الفن وفي الماضي، يعني على الأقل كماضية. ما يعني نفس الأرتام ونفس الموسيقى تكون بكلام مختلف على رأسنا من فوق. يعني حاولوا يفكروا في الكلام ثم يركبوا عليها مزيكا والأرتام. فنانة وردة تحدثت لنا الآن على الجيل الجديد في الجزائر، وقالت كتعرف نادية بن يوسف. فعلا نادية بن يوسف كيعرفوها المستمعين الأعزاء، وعندها جمهور الآن في المغرب، جمهور كبير جدا. فقريبا إن شاء الله، وكنظن أنني ما غنذيعش شي سر، الفنانة وردة أعتقد غنشوفوها قريب إن شاء الله في المغرب بإذن الله. إن شاء الله. ولما توصلي إن شاء الله للمغرب غتعرفي على الأصوات الجديدة كذلك إن شاء الله في المغرب. وفي لقاء ثاني عاد تعطينا وجهة نظرك. وفي صوت معنا احنا هنا، ليش بتخبي؟ ليه ما بتقولش الصراحة؟ في صوت مغربي معنا الآن، لكن أنت مازال ما استمعتيلوش. لو أنك استمعتي له كنت وجهة عشان كده ما تسألنيش فيه، ما تسألنيش عنه. ما اعرفش السادة المستمعين بيعرفوه ولا لا. هو معروف، البشير عبدو معروف. البشير عبدو. ان شاء الله لما اجي المغرب ان شاء الله يسمع لنا صوت باذن الله. الفنانة وردة، شنو ذكرياتك مع المغرب والفنانين المغاربة؟ انا عندي مع الفنانين المغاربة واحد اسمه محمد فويتح. اسمه محمد فويتح. نعم. وفي محمد الطنطاوي. عمر الطنطاوي معلش كله. شحال هذه ما شفتي الفنان عمر الطنطاوي؟ ايام ما كان عندي 15 سنة. كان في الجزائر هو؟ كان عندنا في باريس. في باريس. وعاش عاش مدة طويلة. في الجزائر ما اعرفش. وفي محمد السجعي. احمد السجعي معلش. نعم. الناس يعذروني. لا فقط احمد السجعي الان هو كان كمانجاتي عظيم. كمانجاتي هو رئيس الجوق فاس. ايوه. وعمر الطنطاوي هو رئيس الجوق الوطني. ايوه. فبستغل الموجات عشان اسلم على الثلاثه دول، هم اللي بعرفهم في المغرب. وبالنسبه للاغنيه المغربيه شنو كتعرف عليها الفنانه ورده؟ المطربين يعني. المطربين. عبد الوهاب الدكالي، عبد الهادي بالخياط. هذا الصوتين اللي يعني انا بعتبرهم يعني زي هنا عبد الحليم كان زمان زي. نعم. يعني اصوات قديره الاثنين، وبيقدموا لنا الحان حلوه. صباح غنت لكم اغنيه. صباح غنت اغنيه عبد الوهاب الدكالي اسمها ايه؟ انا بشر ولا ما انا الا بشر. ما انا الا بشر. صح زمان. ما انا الا بشر عندي قلب ونظر. ما انا الا بشر عندي قلب ونظر. وانت كلك خطر ما تبقاش تحقق فيا. لا تقول لي حتى كلمه. انا ضد الحكمه وراضي بالقسمه ومكتاب بالحب عليا. واللي عاشق الجمل وديها والدلال. واللي عاشق الجمل وديها والدلال. واللي عاشق الجمل
قبرية لا تكون لحتك الماء ضد الحكمة وراضي بالصنام ومثال بالحب عليا ولا عشق الجمل وانتهى والدلال ولا عشق الجمل وانتهى والدلال ولا عشق الجمل وانتهى والدلال إلى ما تموت حلال شهيد 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 ونعم نعم تضحية لا تكون لحتك الماء ضد الحكمة وراضي بالقسمة ومرتاح بالحب عليا. ونعود لمواصلة حديثنا مع ضيفتنا الفنانة المقتدرة وردة، ونسألها على تجربتها مع بعض الشخصيات الفنية في مصر. مثلا ماذا يشكل رياض السنباطي بالنسبة للحياة الفنية لوردة؟ ما في شك انه بصماته علي كبيرة، لانه علمني احترام المواعيد اولا، وده مهم. انه احترام المواعيد في حياة الفنان مقدسة، يعني ممكن توصل الفنان الموهوب الى النجاح، وعدم احترام المواعيد ممكن توصل الموهبة الكبيرة الى الفشل. فده اتعلمته من رياض، غير انه طبعا طريقته ومدرسته في الاداء وهي معروفة انها المدرسة الكلثومية. انا اقدر اقول اني اتعلمت منه بس من غير ما يأثر فيا، لانه لو كان اثر فيا كنت حابة نسخة من ام كلثوم. بس مدرسة يعني استفدت منها. وام كلثوم نفسها، ام كلثوم نفسها تعلمنا نغني على صوتها ما شاء الله، يعني ما في شك، وانا صغيرة يعني اخذت منها قوة الاداء، ذكاء الاداء، يعني حاجات كتيرة اخي اكيد بتخدمني لحد دلوقتي قطعا. بس اقول لك هي ايه بالظبط ما فيش غير مطرب يقدر يفهمها. فنان محمد عبد الوهاب. فنان محمد عبد الوهاب بقى علمني النطق، يعني نطق الكلمة ازاي تخرج من بقي، لاني في السنوات الستينات ما كنتش واضحة في الاغاني، يعني ما كانش بيتفهم كتير انا كنت بقول ايه. فعلمني النطق وعلمني ازاي اغني بثقة بوضوح، والتدريبات يوميا مع عبد الوهاب علمني حتى النفس بتاعي كيف اخده وامتى ما استعملوش.
نعم. عبد الوهاب اقدر اقول ان 50% كمل وردة. يعني دي كلمة لازم اقولها، 50% كمل الوردة اللي هي الان يعني. احلى اغاني، مش احلى الاغاني، نقول اعز الاغاني عند وردة من عبد الوهاب. من عبد الوهاب في يوم وليلة، ما في شك. يا سلام. يا سلام. على كل حال احنا هذه الاغاني هذه كنستمعوا لهم. بسميها اغنية الحظ، لاني ما فيش رحلة لحد دلوقتي لازم اغنيها. يعني بكرر نفسي، بروح تونس مثلا كل سنة لازم اغني في يوم وليلة، لدرجة اني بقول لهم طب اغني لكم غيرها عشان يكون عندكم رصيد في التلفزيون. لا، عايزين في يوم وليلة. الفنان بليغ حمدي. بليغ حمدي هو ال50 التانيين. بليغ حمدي ادى الشخصية لوردة. يعني وردة كانت جاية من مصر بصوت حلو ونفس طويل وقدرة على انها تغني مدة طويلة، صوت قوي. انما مع بليغ كونا شخصية وردوية. يعني اقدر اقول دلوقتي انه مثلا لما بليغ يدي لحن لغيري ممكن حد يقول طب الست دي كأنها وردة. ليه؟ لان خلاص كونا مدرسة اسمها وردوية شوية يعني. هل تعتبر الفنانة وردة مياد الحناوي امتداد لوردة؟ لا، حرام عليها، ده مش لطيفة اني اقول انا كده. وانا مش يعني اتمنى لها انها يكون امتداد لميادة. يعني ميادة تكون انما هي صغيرة لسه، وفي اغاني بليغ بتشبه لوردة يمكن شوية، بس العيب مش يمكن مش منها، يمكن لانه في حتت بتشبه لبعض في الالحان. فما اعتقدش انه ميادة هي في شخصها بتقلد وردة. لا، في مطربات في مصر غير ميادة بيقلدوا وردة فعلا في الاداء في الحركات، وما احنا مش هنقول اسامي، اظن ان انتوا هتعرفوا ولا واحد.